طيب، صادرات. سنأتي على الصين دكتور، ولكن دعنا نأخذها واحدة واحدة. يعني بعد هذا التوصيف الدقيق لما اتخذه الرئيس الأمريكي، الآن ماذا عن الجزائر؟ يعني هنالك من يصنف 10 دول ستتأثر بشكل كبير. الجزائر بما فرضه عليها ترامب من رسوم جمركية، يقال بأنها من الدول العربية القليلة التي تصدر أكثر مما تستورد، ويبدو من خلال الأرقام التي كنا نطالعها مع المشاهدين قبل قليل أنها تتهاوى يعني في السنتين الأخيرتين بين 2023 حتى هذه السنة، إن لم نقل يعني ربما حتى في السنوات قبل. ما رأيك؟ أستاذ قادة، أعتقد بأن صحيح أن التعامل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر شهد تراجع خلال السنتين الماضيتين. عموما حجم التبادل بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية هو في حدود 3.5 مليار دولار. الجزائر تصدر ما قيمته 2.5 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية، وتستورد منها ما تقريبا 1 مليار دولار سنويا. يعني ميزان تجاري هو في صالح الجزائر بما قيمته تقريبا 2.5 مليار دولار. اعتقد بان قرار ترامب كان اثار مباشره واثار غير مباشره على الاقتصاد الجزائري. اذا راينا الاثار المباشره المتعلقه بالصادرات، اعتقد انه بالنظر الى قيمه الصادرات هي قيمه ليست بالكبيره. يعني نصدر لها تقريبا 2.5 مليار دولار، ليس بالمبلغ الكبير. بالاضافه الى ذلك، فان اذا لاحظنا تركيبه الصادرات الجزائريه هي عباره عن اسمنت وحديد وبعض ربما المواد البتروكيماويه ومشتقات النفط الى غير ذلك. اعتقد ان هناك طلب كبير على هذه السلع الان على مستوى الاسواق الدوليه، ويمكن للجزائر ان تجد اسواق بديله لصادراتها للولايات المتحده الامريكيه، اسواق تكون اقرب واحسن يعني، وتتفادى هذه التعريفات الجمركيه التي فرضت على السلع الجزائريه. لكن انا حسب رايي ان كل الخوف على تاثير هذا القرار على اسعار النفط على المستوى العالمي. لماذا؟ لأن نعرف قيمة أو أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد الجزائري، هو العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. أسعار النفط منذ أن اتخذ ترامب قراره تهاوت وتراجعت إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ أشهر يعني. وبالتالي إذا استمرت تراجع أسعار النفط، فإن هنا يكمن مكمن الخلل والخوف بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وسوف يكون هناك تأثير على الاقتصاد الجزائري وتأثير مباشر على إيرادات الدولة من العملة الصعبة. ويبدو بأن